مفاجأة لأصحاب المعاش المبكر. الحل الوحيد للحصول على المعاش المبكر بسبب قانون 148 لسنة 2019. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم المتابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه بيستفاد معايا في القناة فضلا وليس امرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل للكل. ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهاردة. لأن قانون 148 لسنة 2019 وضع شروط تعجيزية قوية جعلت أصحاب المعاش المبكر في مأزق كبير، حيث اشترط القانون الجديد توافر مدة اشتراك في التأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، واللي بتعطي الموظف أو الحاصل على المعاش الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وأن تتوفر مدة لا تقل عن 20 عام. وأيضا الموظف اللي خرج للمعاش المبكر يحرم من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل في حالة تجاوز سن الموظف 55 عام، ومدة اشتراكه في التأمينات أكثر من 20 عام يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على ذلك مدة الاشتراك التأميني. كل الشروط دي اللي أضافتها في القانون الجديد هي شروط تعجيزية للخروج على المعاش المبكر حتى لا يتم إلغائه من القانون، لأن كتير كانوا بيصرحوا إن تم إلغاء المعاش المبكر، وفي الحقيقة لم يتم الإلغاء، ولكن تم وضع الشروط التعجيزية للحد من الخروج على المعاش المبكر، لأن الكثير في الفترة الأخيرة كان لهم مدد صغيرة وكان بيتم الذهاب إلى التأمينات وشراء باقي المدة ليتم الخروج للمعاش وصرف جميع مستحقاته. لذلك لجأت الدولة لوضع هذه الشروط التعجيزية في القانون. طب السؤال هنا، هل هناك حل للخروج من هذا المأزق؟ مع حسابات الخبراء في المعاشات إن حل المشكلة دي سوف يتم تجاوزه بعد مرور أكثر من 5 سنوات من بعد تطبيق القانون، لأن هيكون البعض في هذه الفئات اللي معاشها كبير هيتجاوز النسبة المحددة للخروج إلى المعاش المبكر، وذلك بسبب رفع نسبة الاشتراكات الأيام السابقة اللي سوف تؤدي إلى رفع المعاش عن نسبة التسوية الأخيرة، وهيكون ده هو الحل قريبا للخروج للمعاش المبكر. ومع انتظار التغير في بعض مواد القانون اللي بيطالب بها النواب وأيضا قضايا بعض المحامين المرفوعة بالمحكمة، فتابعوا معانا كل جديد من أخبار المعاشات. كل اللي عليك انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار أصحاب المعاشات. انتظرونا، إلى اللقاء.